بيسمع المزيكا بيرقص هو كمان، وبيكون معجب بجوسي جدا وهي بتكون عارفه. فبتتكلم في مايك المركز وبتقول له انه لازم يبطل يكذب، وانها مش هتنبهر براجل ما عندوش مسؤوليه ومش عايز يسيب بيت اهله عشان الاكل. وبيزعل اكتر بس بتجيله وبتعتذر له، وبتقول له انها زعلانه عشان انه في ايده الحريه وهو مش عايز. وهو كمان بيقول لها انه زعلان عشان عايزه تسيب البيت ومش قادره تواجه باباكي. ولما بيسالها هي ليه عايزه تسيب البيت بتقول له عشان مش عايزه تكون وحيده، وده بيكون نفس السبب اللي جيمي مش عايز يسيب البيت عشانه. وفي نفس الوقت ده ابو جوسي بيكون قلقان عليها جدا، وبيبلغ الشرطه وبيدور عليها في كل حته، وبيروح المطار يشوف كل الرحلات عشان يعرف سافرت ولا لا. بعدها جوسي بتعرض على جيمي انهم يسافروا ويلفوا العالم مع بعض، لكن بيرفض وبيقول لها انه مش عايز يعمل حاجه من غير هدف، وانه عنده احلام عايز يحققها. وبتتريق عليه عشان شغال عامل نظافه، بس بيقول لها ان دي مجرد بدايه. فبتتريق تاني وبتقول له دي النهايه مش البدايه، وبتحاول تقنعه بالسفر. فبيقول له هتعملي ايه مع بابا؟